اهلا ومرحبا بكم معانا في فيلمنا النهارده. وقبل ما نبدا، لو لسه ما اشتركتش في القناه فمستنيك تشرفني باشتراكك، ولو عجبك الفيلم ما تنساش تضغط على زر اللايك علشان بيدعمني جدا. وبدون ما اطول عليكم يلا بينا نبدا. وبيبدأ فيلمنا النهارده بانفجار مركب في مدينة كشمير، والجيش بيجي علشان يشوف ايه اللي حصل، وواحد منهم بيجري على الجسر، وده بيكون الضابط خان، واللي بيقول له اثبت مكانك علشان انت دايس على لغم، وبيرجع باقي الجنود علشان محدش يحصل له اي حاجة، وبيقول له نط في المية بسرعة قبل ما اللغم ينفجر. فبيقول له بس انا ما بعرفش اعوم. فبيقول له خلاص يا اسطى مع السلامة انت دلوقتي، هتوحشني والله. وبيقلع الجاكيت وبيقول للمساعد بتاعه احتمال الجاكيت ده يكون ذكرى ليك، وبيجري بسرعه وبيزقه، وهما الاتنين بيقعوا في الميه، وبيحصل انفجار كبير جدا، والمكان كله بيتحول لفوضى تامه، ومش بيسيبه يغرق، وبيخرجه من الميه وبيكون مصاب. فبيروح للدكتور علشان يعالجه، فبيقوله ان مالك اصدر قرار ان اي دكتور هيعالج ضابط هيقتله في اسرع وقت، ومالك يبقى اخطر زعيم لجماعه ارهابيه في البلد، والناس كلها بتحترمه وبتعمل له الف حساب. فخان بيقول له انا موجود هنا علشان اوصل للارهابي ده واخلص عليه. وبالليل الدكتور بيكون قاعد وبيلعب مع بنته، والباب بيخبط وبيدخل عليه شويه رجاله، والراجل ده بيقول له انت ما تعرفنيش. فبيقول له لا يا اخويا مش واخد بالي. فبيقلع الطاقيه اللي هو لابسها، فبيقول له ايه ده مالك بذات نفسه، يعني هو كده كان متنكر يعني ولا ايه؟ والمهم بيقول له ان ازاي تخالف القانون بتاعي وتعالج القائد خان. فبيقول له الخاين ملوش مكان بينا، وبعد كده بيخلص عليه وبيخرج، وبيقول لمراته ان هو قتله علشان الناس ما تقولش عليه قلبه طيب، وبعد كده بيخلص عليهم هم كمان. وبعد كده بنروح لنرمة، ونرمة تكون مرات القائد خان، وبتكون قاعده في البيت، وبنتفاجئ ان ابنها عرفان بيحاول ينط من الشباك، وبتقول له ارجع يا ابن المجنون هتموت. بس هو بصراحه كده شكله ان هو مجنون، وبينط برضه من الشباك وبيقع على الارض وبيتصاب. وبعد كده الاسعاف بتيجي تاخده بسرعه، والقائد خان بيروح للمستشفى علشان يزور ابنه، لكن بيلاقي الدكتور مش عاوز يعالجه لانه خايف يموت على ايد مالك زي الدكتور اللي قبله كده. فالقائد خان بيهدده، والدكتور مش بيخاف، وبيقول له ابوس ايديك يقتلني، دي شغلانه هم يا عم والله، انا ايه اللي دخلني كليه الطب دي بس يا ربي، ده انا لو وقفت بعربيه بطاطا تحت المستشفى كان اكرم لي والله. فالقائد خان بياخد ابنه المستشفى تانية علشان يلحقه، ونفس الحوار بيحصل تاني، والدكتور بيقول له مش هعالج ابنك، ابوس ايديك ارحمني. فبيتعصب جدا وبيضرب عليه نار، فبيقوم بسرعه علشان يشوف ابنه، بس للاسف ابنه بيكون مات. وخان بيتعصب جدا لان مالك ارهابي حقير وبيخوف الدكاتره انها تعالج ابناء الضباط، وبيروح علشان يدفن ابنه، وبيكون حزين جدا وبيصعب عليه نفسه وبيفضل يعيط. ومن هنا بيبدا يدور ازاي ينتقم من مالك، والمساعد بتاعه بيعرفوا مكان مالك وبيعملوا خطه علشان يعرفوا يهجموا عليه. وخان بيقوم يلبس الماسك علشان عاوز ينتقم منه. وبعد كده بنروح لصوفيا وهي بتلعب وبترقص، وبتروح علشان تشوف الطاف حبيبها واللي بيكون قاعد بيرسم، وبتقول له تعالى العب معايا، بس هو مش بيكون راضي يا صديقي، فبتزقه في الميه. والله تستاهل عم الطاف. وبعد كده بيطلع يجري وراها وبيدخلوا البيت بتاعهم، فبيلاقوا مالك ورجالته هناك، وبيقول له تعالى العب معاها بالسلاح ده علشان اشربك حلبسه بالليل. حلبسه وبالليل؟ اللهم اني صايم يا صديقي. وخان بالليل هو ورجالته بيكونوا وصلوا للمكان، وبيسلبوا العاب ناريه للاطفال علشان تعمل صوت، وبكده مالك ورجالته ما يسمعوش جنود العسكريه وهي بتقرب منهم، وبيدخلوا البيت وبيفضلوا يضربوا نار على مالك ورجالته، بس والد الضاف ووالدته بيموتوا لانهم في نفس البيت. وخان ورجالته بيضربوا النار في الهواء وبيقدروا يخلصوا على كل اللي في المكان، والطاف بيكون واقف وشايف اسرته بتموت قدام عينيه. وخان بعد كده بيكون مع مراته وبيقول لها انا قتلت اي حد وقف في طريقي، وبعرفها ان قتل اسره بريئه ملهاش اي ذنب. ونرمه بتفتكر ابنها وبتفضل تعيط، وبتقول ان الطاف دلوقتي من غير اسره، فمن الممكن يجي يعيش معانا، وهعتبره زي ابن اللي مات، واكون انا امه زي امه اللي ماتت. وبتحاول تقنعه لانه كان لابس ماسك، والطاف ما يعرفش شكله. فخان بيقول لها مش هقدر اضحك عليه، وانا اللي قتلت اسرته. فبتقول له هاته بس يعيش معانا، ولما يكبر نبقى نعرفه الحقيقه. وبتفضل تندب شويه علشان يسمع كلامها. وخان بيرجع الاسم هو بيسال على الطفل، فبيعرفوا ان الطفل قاعد في الحجز، فبيتعصب عليهم جدا لان الطفل صغير وما ينفعش يكون محجوز في الحجز مع المجرمين، وبيروح علشان ياخده علشان يعيش معاه في البيت. ونرمه بتقابله وبتتكلم معاه علشان يثق فيها. وبعدها الطاف بيقعد في غرفه وبيفضل يرسم، ومن ضمن الرسومات اللي هو بيرسمها صوره خان وهو لابس قناع،
الطاف بيكون متضايق جدا وبيفضل يشخبط عليه، ونرمة بتقول له يا ولد انت زي ابني بالظبط، وبتفضل تحكي له عليه وهي بتعيط لانه مات وكان بيجي ياخدهم علشان ياكلوا مع بعض، ونرمة بتاكله في بقه وبتكون شايفه فيه ابنها اللي مات. والطاف بيسالهم عن ابنهم اللي مات، فلما بيفتكروا اللي حصل لابنهم فبيفضلوا يعيطوا هما الاتنين. وبالليل الطاف بيكون نايم وبيفتكر اليوم اللي ماتت فيه اسرته وبتكون كابوس بالنسبه له، ونرمة بتروح علشان تشوفه وبتغني له نفس الاغنيه اللي كانت بتغنيها لابنها، وبتتخيل ان ابنها موجود معاها وجاي علشان يحضنها، وبتفضل تلعب معاه وهي مش مستوعبه انه مات، وبترجع للواقع من تاني وبتعرف ان ربنا عوضها بالطاف بدل ابنها اللي مات. وبعد كده بتنام جنبه، وبعد كده بيجي جوزها علشان يشوفهم، وتاني يوم بيقول لها وبعدين يعني اللي انت بتعمليه ده انا بغير ما ينفعش كده بصراحه. فبتقول له بتغير ايه بس دلوقتي، ده انا بحب الطاف لانه بيفكرني بابننا بس برضه مش هقدر انسى ابني. وبتروح تلعب معاه وبتوري له صوره ابنها، وبعدها بيقربوا منه هما الاتنين وبيعاملوه على انه ابنهم الحقيقي. والطاف بيسالهم ان ازاي نرمة هندوسيه وخان مسلم وهما الاتنين اتجوزوا، فبيقولوا له عادي احنا اتجوزنا علشان بنحب بعض. عادي ازاي يعني يا صديقي، ما تقول حاجه في الليله اللي مش عاوز تعدي دي. وفي يوم هما الاتنين بيلعبوا مع بعض، فالطاف بيقول له يا بابا، فخان مش بيصدق ان هو بقى يعامله زي والده وبيندمج كمان من الفرحه. وبالليل بيقول لمراته انا حسيت النهارده الصبح ان ابني واقف قدامي. وفي يوم بيكونوا خارجين وهو بيكون في البيت وبيفتح الدرج وبيلاقي قناع ومسدس، فبيفتكر الشخص اللي قتل اسرته وبيلبس القناع ده وبيجيب صوره خان وبيفضل يشخبط فيها لحد ما بيعرف ان خان هو اللي قتل اسرته. ولما بيرجعوا للبيت فالطاف بيكون لابس القناع وبيكون معاه المسدس ومستنيهم، وفجاه بيهجم عليهم بس ما فيش اي طلقه بتسيب اي حد فيهم، وبيعرف خان ياخد منه المسدس وبيكون عاوز يموته، بس الطاف بينط من الشباك بسرعه وبيهرب. وبعد كده بنروح لواحد اسمه هلال، وهلال يبقى رئيس عصابه خطير جدا في الهند، راجل تقيل مش اي كلام، والرجاله دول بيطلبوا منه يخلص مهمه كشمير، وبيعرفوه ان هو هيكون معاه جيش كبير جدا من المجاهدين، وبيعرفوه ان المهمه دي لو نجحت فهيكون معاه اقوى جيش في العالم لان المسلمين اللي في الهند هينضموا ليه. بس ده كده فكر ارهابي ملوش اي دعوه بالدين، استنى انت بس يا صديقي وهروق لك عليهم. والمهم نرجع لموضوعنا من تاني، وبقول لهم علشان نرجع كشمير من تاني انا عاوز 10 مليون روبيه. فزعيم الجماعه الارهابيه بيقول له بص انا هديك 20 مليون، وبيعرفوا ان اخر حاجه يتكلموا فيها مع بعض هي الفلوس طالما الدنيا هتولع، ده انتوا كده خربتوا الدنيا وقاعدين في مساد. فبقول لهم ان في واحد معايا هو اللي هيدمر الدنيا، والواد ده بيكون ابن الطاف اللي اكيد بيعدي الحدود دلوقتي. وبعد كده بنروح لالطاف وهو كبير وبيكون بيكره الجيش الهندي جدا بسبب موت عيلته، وبيبدا يهجم على كتيبه وبيخلص على الرجاله اللي فيها وبياخد اللبس بتاعهم كمان، وبيروح لكتيبه تانية وهو متنكر في زي ضابط شرطه، وبيقول لهم انا عاوز اقابل القائد خان اللي بقى قائد، والدنيا بقى لعبت معاه صديقي. ولما بيدخل مكتبه فبيلاقي القناع وبيستناه يخرج من الحمام وبيكون خلاص هيموته، بس المساعد بيدخل في اخر لحظه فبيضرب عليه نار وبينط من الشباك بسرعه. وبالليل بيكون قاعد مع مراته وبيعرفها ان الطاف رجع له من تاني والمره دي هيخلص عليه بدون اي رحمه، ومراته بتكون فرحانه جدا يا ست حرام عليكي انت معانا، ده جوزك ده هيموت والله، ما تصلي على النبي كده في قلبك يا حاجه. وبالليل خان بيطلع على التلفزيون والطاف بيشوفه وهو بيتكلم مع المذيعه وبيقول ان الشباب دلوقتي سهل يدخلوا اي جماعه ارهابيه ويكونوا مجرمين، فبتقول له انت هتعمل لي فيها خضره الشريفه، ما انت برضه قتلت عيله كامله علشان تخلص على واحد ارهابي. فبقول لها الموضوع ده ما كانش ليه اي دخل فيه لان الارهابي ده كان هيهرب. والطاف بيفتكر كل اللي حصل فيه وفي اسرته وفي صفيه كمان اللي كان بيحبها، وبيزيد جواه نار الانتقام اكتر واكتر. وبالليل بيروح للحانه وبيشوف الرقاصه دي وبيكون عمال يرقص وبيغني معاها وبيكون مبسوط، وبتطلع ان الرقاصه دي تكون صفيه حبيبته، وبقول لها هو انت مش فاكراني يا بت، ما كانش العشم والله. فبتقول له مين انت يعني؟ فبيقول لها انا الطاف حبيبك وعدى 10 سنين على فراقنا بس انت اكيد مش فاكراني. فبتعيط وبتحضنه وبتقول له ياه ده انا كنت مستنياك علشان تنقذني من الضياع اللي انا فيه دلوقتي. وبتاخده مكتبها علشان تعرفه انها بقت مشهوره وفي ناس كتيره جدا بيكونوا عاوزين يتعاقدوا معاها، وبتوري له صوره ابوها وامها اللي اتبنوها وبتقول له انا كنت عارفه انك هترجع في يوم من الايام. وبعرفها ان هو دخل السجن وبعد كده في ظابط اتبناه علشان يعيش معاه في البيت بتاعه. فبتقول له بس انت ليه ما بعتليش اي جواب؟ فبيقول لها بعت
بس كنت خايف انك ما ترديش عليا، وبكده هعرف انك مت خلاص. فبتقول له بص اقول لك على حاجه، انا عامله زي القطط ب7 ارواح، وباذن الله هنرجع ايام الطفوله الجميله من تاني. وبالليل بيكون نايم وبيحلم بنفس الكابوس من تاني، فبيقوم وهو مخضوض وبيلاقي صاحبه بيتفرج على سباق وبيقول انا كنت اسرع واحد في الهند كلها، بس للاسف ما عرفتش اهرب من كشمير علشان الرصاص كان اسرع مني، فبقيت ارهابي محترم زي ما انت شايف كده، ارهابي ومحترم. عجيبه الهند دي يا جدع. وبيخلصوا كلامه وبيناموا. وتاني يوم الطاف بيكون مع حبيبته وبيقول لها انا مش مصدق انك بقيتي قدامي هنا بعد 10 سنين، بس انا مش شايف قدامي غير ناس بتموت ورصاص بينضرب والدنيا خربانه معايا خالص. فبتحاول تهديه وبتقوم تغني وبترقص علشان تخرجه من المود اللي هو فيه ده احنا مش عايشين والله يا جدع، اللهم اني صايم. بس مشهد موت اسرته مش بيكون راضي يمشي من دماغه، وصوفيا بتفضل تهديه من تاني. وبعد كده بيكون مع هلال وبيقول له ان بكره عيد ميلاد القائد خان، ودي فرصتنا الوحيده علشان نقول له هابي بيرثداي تو يو قبل ما يموت. والطاف بيعرفه ان الخطه هتكون عباره على اننا هنكون في الحديقه العامه، وبقول له هنحط الحراس بتوعنا هناك وبكده هنهجم عليه بكل سهوله. وبعرفه ان في واحده هتساعده، فبقول له بس من امتى الحريم بتجاهد معانا يا عمنا؟ فبقول له هي ما تعرفش اننا هنكون في حرب، بس ما تقلقش انا مش هقول لها اي حاجه، وهي دي البنت الوحيده اللي هتقدر تساعدنا. وصادق بيقول له انت كده بتستغل حبيبتك وهي كده ما تعرفش. فهلال بيقول له تعالى بس كده انا عاوز اقول لك على حوار، وبياخد الغرفه تانية وبيقول له انت كده من غير رجلين ومش هتفيدنا باي حاجه، وبيخلص عليه. وبعدها بيقعد جنبه وبيفضل يعيط وبيقول للرجاله ان هو ضحى بنفسه علشان جثته تروح للحكومه، وبيعرفهم ان هو هيكون معاه خريطه بالخطه بتاعتهم، وبكده هيقدروا يضحكوا على الحكومه. وبيقول الله يرحمه الواد ضحى بنفسه علشان احنا نعيش. وبعد كده بياخدوا الجثه وبيدخلوا على كمين وبيضربوا نار على الكمين وبيرموا الجثه على انه مات في الكمين. والظابط بيشوف الخريطه اللي معاه، والطاف بيكون وصل لمكتب حبيبته اللي بتكون شغاله مذيعه الصبح ورقاصه بعد الظهر. اللهم قوي ايمانك، بتتعب برضه صديقي. وبيقول لها انا جاي علشان احضر الحفله بتاعتك، بس اصحابي اتمسكوا بره والحراس مش راضيين يدخلوهم. فبتقول له عيب عليك يا شيء انا هدخلهم لك. وبعد كده بتسيبه وبتمشي. والطاف بيستغل اللي حصل وبيكلم المساعد بتاع القائد خان علشان يقدر يوصل له. وخان بيكون بيصلي وبيكتشف من مراته ان عيد ميلاده النهارده، وعلشان الحلو مش بيكمل فبيلاقي اتصال من الطاف وبيقول له انا هعمل حفله ضرب نار النهارده وهسيب لك مفاجاه. وبعدين يا صديقي حبيبته بتيجي تاخده علشان الحفله بتاعتنا. وافراد العصابه بيكونوا داخلين على المركز الفني وضربوا الراجل ده واخدوا العربيه بتاعته على انهم فنيين وكده يعني. وخان بيقابل رجالته وبيعرف منهم انهم لقوا الخريطه بتاعت الجماعه الارهابيه، وخان بيعرف ان العمليه الجايه ليهم هتكون في الحديقه، بس ده بيكون تمويه علشان يغفلوه. وافراد الجماعه الارهابيه بيكونوا وصلوا البرج البث على انهم هيصلحوه وجايين تبع القناه اللي صوفيا شغاله فيها. وخان في نفس الوقت ده بياخد رجالته وبيروح على الحديقه وبيمشي ورا كل اللي موجودين فيها، وبيبدا يدور هو ورجالته على اي متفجرات في المنطقه. والطاف بيكون معاه لاسلكي وبيكلم خان وبيقول له انا طلعت احسن منك ومش هقتل الاطفال. وبيقول له بص للبرج كده يا عمنا. وخان اول لما بيبص للبرج فبيلاقي البرج بينفجر بعدها، ودي الخطه اللي عاملها الطاف علشان يخدع خان. وهلال بيكلم الرجاله وبيقول لهم اول خطه في الاستحواذ على كشمير نجحت، وابعت بقى باقي الفلوس علشان نكمل باقي العمليات. ومن ناحيه تانية خان بيكون مسك صوفيا وبيتهمها انها ساعدت الطاف ان هو يدخل مبنى التلفزيون ويخلي الرجاله بتاعته تلبس زي العمال الفنيين اللي بيصلحوا البرج. بس صوفيا مش بتكون عارفه اي حاجه من اللي حصل، وبيقول لها انت اكيد واحده من الجماعه الارهابيه اللي فجرت البرج. فبتقول له انا ما اعرفش اي حاجه، وبتعرفه ان الطاف رجع لها بعد 10 سنين وانها كانت بتحبه. وبتقول له انا ما اعرفش ان هو بقى مجرم. فبعرفها ان هو خده للبيت بتاعه وحتى مراته كانت بتحبه جدا بس للاسف اتغير وبقى عاوز ينتقم وخلاص. وصوفيا بتفضل تعيط ومش بتكون عارفه تتصرف ازاي. فخان بيخرج وبيقول لرجالته رجعوها لبيتها لانها ما تعرفش اي حاجه. وبعدها بنروح لالطاف وبيكون مع هلال وبيعرف من هلال ان رئيس الوزراء هيجي دلوقتي علشان يشوف كل الاحداث اللي بتحصل ويقدر يحلها. وهلال بيقول له هي دي فرصتنا الوحيده علشان نخلص عليه. بس الطاف بيتفاجئ ان صوفيا ظهرت على التلفزيون وبتقول عليه ارهابي واللي يشوفه لازم يبلغ الشرطه في اسرع وقت ممكن. فهلال بيقول له خلي بالك لان الناس كده عرفتك ولازم ترجع للبيت القديم من تاني علشان محدش يعرف يوصل لك. فالطاف بيتصل بصوفيا وبيقول لها انا عاوز اشوفك، فبتقفل السكه في وشه وبتقول له اياك تتصل بيا تاني يا حيوان. وبالليل بيحلم ان هو خلص عليها، بس بتطلع نرمه مرات الظابط
الضابط خان، فبيصحى من النوم مخضوض من الكابوس ده. وتاني يوم الصبح بيكلم نرمة علشان بيكون عاوز يشوفها، ونرمة بتروح علشان تقابله وهي متنكرة، واول ما بتشوفه فبتفضل تعيط وبتحضنه لانها بتعتبره زي ابنها اللي مات، وبتروح علشان تاكله بعدها، وبتقول له لازم يا حبيبي ترجع للبيت من تاني وتعيش معانا. فبيقول لها سامحيني مش هقدر طالما المجرم جوزك ده هناك، وبيعرفها ان هو مش هيقدر ينسى اللي حصل لاسرته من 10 سنين. فبتقول له الحرب يا ابني عمرها ما كانت بينك وما بين خان، لان في ناس استغلوك علشان تكون ارهابي وتموت ناس تانية بريئة ملهاش اي ذنب. وخان بيكون قاعد مع القائد بتاعه علشان هو اللي هيأمن موكب رئيس الوزراء، والتاني بيجيله تليفون وبيعرف ان مرات خان هربت من الحراس علشان تقابل واحد من افراد الجماعة الارهابية، والواحد ده هو اللي كان متبنيه خان، والشخص ده هو اللي يبقى هجم عليه في اسم الشرطة وكان عاوز يخلص عليه، علشان كده بيسحب منه مهمة تأمين الرئيس. فبيقول له انا لازم اثبت ولائي مرة تانية علشان ابني مات هنا، وكمان انا اللي فضلت ادافع عن كشمير اكتر من 20 سنة ولازم اخد المهمة دي. ايه انتوا هتخيبوا على اخر الزمن ولا ايه؟ وبعد كده بيسيبه وبيمشي، وبيرجع البيت وبيتخانق مع مراته علشان راح تقابل الطاف. فبتقول له الواد غلبان ومش عارف ينام ومتاثر بالناس اللي شافها بتموت. فخان بيتعصب عليها جدا لان الطاف بيمثل تهديد كبير جدا على البلد. فبتقول له بقول لك ايه ده زي ابني وما اقدرش اشوف حاله زي دي. فخان بيتجنن من اللي بيسمعه وبيقول لها بص يا ست الكل انت لازم تختاري ما بيننا، وبعد كده بيسيبها وبيمشي. وبعد كده بنروح لالطاف وبيكون رايح لبيت صوفيا حبيبته وبتفتح له الباب وبيقول لها بص يا حب انا هسيب كشمير ومش هرجع هنا من تاني. وبيقول لها انا عاوز اسالك سؤال كده، لو رجعت بعد فتره ممكن تحبيني تاني؟ فبتعيط وبتروح تجيب له الحلق اللي هو كان جايبه لها هديه، وبتقول له بص انا مش عاوزه من وش امك حاجه يا ولا البت عندها حق بصراحه. فبيسحب عليه نفسه وبيقول لها انا مش هقدر اشوفك تاني بس هشوفك في احلامي. رومانسي يا ولا والله. وبعدها بيسيبها وبيمشي، بس بيتفاجئ انها كانت معلقه رسمه كان راسمها وهو صغير، وبيفتكر كل الايام اللي كانوا فيها مع بعض زمان، وكان نفسهم يكملوا الايام الجميله دي مع بعض، بس للاسف القدر فرقهم. وبيبص لها وعينه كلها حزن، وبعد كده بيسيبها وبيمشي لانه اختار ان هو يبقى ارهابي علشان يقدر يخلص على خان من اللي عمله في عيلته. وبعد كده خان بيكون راكب الطياره وبيحرك الجنود علشان يامنوا الرئيس علشان ما يحصلش اي اهمال والرئيس يموت منهم. وخان بيلاقي الطاف بيكلمه من جهاز اللاسلكي وبيقول له ان اليوم ده من 10 سنين كان هو نفس اليوم اللي ماتت فيه اسرتي كلها قدام عينيا، والنهارده هيكون عليك الدور علشان ارد لك اللي انت عملته في عيلتي. وبيكون معاه شنطه متفجرات، وخان بيقول له ما تعملش اي عمليه يا ابني وارجع لبيتك علشان هتموت، بس الطاف مش بيرد عليه وبيخلي المساعد بتاعه يحط شنطه المتفجرات دي في العربيه، وخان بيبدلها بالشنطه بتاعته. ولما خان بينزل من الطياره فبيقول للمساعد بتاعه ان هو هيروح البيت علشان يتغدى، وبيستغربوا لان الطاف هدده وهو مش بيكون همه وراجع للبيت بكل بساطه. وخان مش بيسمع كلامهم وبيركب العربيه بتاعته وبيكون جنبه شنطه المتفجرات، وبيروح على البيت بتاعه وبيكون معاه الشنطه ومش بيكون في دماغه اي حاجه، وبيفضل يغني وبيرقص علشان يصالح مراته وسايب الشنطه بره، والشنطه بتنفجر وللاسف بتموت نرمه. وخان بينصاب، ولما الطاف بيعرف اللي حصل فبيفضل يعيط لانه قتل والدته اللي كانت بتحبه. وخان بيعمل مراسم الجنازه وبيفضل يعيط، وبيرجع للبيت بعد ما القنبله دمرته وبيشوف صورهم هما الاتنين وبيكون حزين جدا على فراقها، وبيفضل يعيط لانها ماتت وان هو مش هيشوفها من تاني. والمساعدين بتوعه بيجوا وبيعرفوه انهم مسكوا المجرمين اللي حطوا القنبله في شنطه العربيه بتاعته، فبيروح لاسمه البوليس وبيكون متضايق جدا وبيخلص على واحد فيهم وبيسال واحد منهم فين الطاف، فبيقول له ما اعرفش، فبيخليه يحصل صاحبه اللي مات وبيبص لاخر واحد وبيعترف فعلا على مكان الطاف من كتر الخوف. فخان بيلبس القناع وبياخد رجالته وبيروح لمكان الطاف وبيسالهم بالادب وبيقول لهم فين مكان الطاف، فمحدش بيرضى يرد عليه وبيفضلوا يضربوا عليه نار. فخان بيفضل يضرب عليهم نار هو كمان، وبتقوم معركه في البيت الصغير ده وبيخلص على كل الارهابيين اللي موجودين في المكان، وبيقدروا يمسكوا الارهابي اللي كان بيصور كل المهمات بتاعتهم، وبيكون معاه شريط فيديو متصور لاحد العمليات. وخان بياخد الشريط وبيفضل يتفرج عليه، لكن بيلاقي ان هو موجود فيه لقطات مش مفهومه، فبيسلمه لصوفيا وبيقول لها لما تفهمي ابقى كلميني. وبعد كده بيروح لهلال واللي بيكون متضايق جدا وبيقول له ان في 30 واحد من رجالته ماتوا ولازم ننتقم من اللي خلصوا عليهم. وبيقول له الطاف مش كده وبس، لا دول هم كمان اللي كانوا السبب في موت عيلتك اللي هو الضابط خان يعني. وبيقول له كمان لازم تموت الرئيس لان حاجه زي كده هتكون اكبر عمليه لنا هنا. وبنروح بعد كده للاسم اللي بيولع، وبيكون المساجين كلهم بتهرب بما فيهم الارهابي اللي عرف الضابط خان على مكان الطاف،
وخان بيكلم رجالته وبيقول لهم خليكوا وراه وامسكوه من تاني لانه بيشكل خطر كبير جدا علينا، وبنعرف ان دي خطه من خان علشان يقدر يوصل لمكان رئيس الجماعه الارهابيه وبكده يقدروا يمسكوهم كلهم. وفي نفس الوقت ده فالطاف بيعمل خطه علشان يخلص على الرئيس، ولما خان هيقرب منه فهيضرب عليه صاروخ مخصوص علشان ينتقم منه، وبكده يكون خلص على الرئيس من ناحيه وخلص على خان من الناحيه التانيه. وبعدها هلال بيفضل يشجعه وبيقول له لازم تخلص المهمه دي علشان اسرتك اللي ماتت قدام عينيك. ولما بيخرج فهلال بيقول للمساعد بتاعه لما اخلص المهمه بتاعته ابقى اخلص عليه، وخان بيكون لسه مراقب الارهابي اللي هرب علشان يقدر يوصل لمقر الجماعه الارهابيه ويقدر يقبض عليهم قبل ما يعملوا اي حاجه. وفعلا الارهابي بيوصل لبيت هلال والرجاله بتدخل وبتقبض عليه في الوقت المناسب، فخان بيفضل يضرب فيه علشان يقوله على المهمه بتاعته. فهلال بيقول انا اتعذبت كتير من الروس وانت بكده فاكر ان هقولك على المهمه بتاعتي قبل ما تتعمل ب 30 دقيقه بس؟ ده انت بتحلم والله. وخان بيكون عاوز يموته علشان يعرف مكان المهمه، لكن هلال مش بيرضى يتكلم برضه. وفي نفس الوقت ده صوفيا بتكلم خان وبتقول انا فهمت جزئيه صغيره من الفيديو، وبتعرفه المهمه اللي الطاف هيعملها دلوقتي. بس خان مش بيكون عارف فين المكان اللي الصاروخ هينضرب فيه، وبكده يكون فقد الامل في فشل المهمه وبيكون عاوز يموت هلال، بس هو الامل الوحيد اللي تحت ايديه دلوقتي علشان يعرف مكان الصاروخ. فبيقول لرجالته لازم اخد هلال واروح لمكان الصاروخ بس محدش يجي ورايا علشان لو حد غلط غلطه واحده هنخسر المهمه كلنا. وبعد كده بيمشي الجنود وبيروح علشان يتكلم معاه، واول حاجه بيعملها بيدي هلال المسدس بتاعه علشان لو غدر بيه يقدر يموته. وخان بيقول له مش مهم عندي البلد، بس اهم حاجه عندي دلوقتي انك توصلني بالطاف علشان اقدر اخلص عليه علشان ارجع حق زوجتي اللي ماتت، وكمان هسيبك تهرب ومش هقتلك. وهلال بيوافق على كلامه وبياخده للمكان اللي الطاف هينفذ فيه المهمه بتاعته، والطاف بيكون بيجهز الصاروخ بتاعه وهلال بيروح له وبيديله المسدس بتاع خان وبيقول له ما تنساش تخلص عليه بيه. وبعد كده الطاف بيروح له وبيروح يضرب فيه وعينه كلها انتقام وغل، وبيقول له انا ما كنتش عارف انام لمده 10 سنين بسببك. فبقول له ليه يا ابني، هو انت ظلم ولا ايه؟ فبيفضل يضرب فيه اكتر، وخان بيقول له بس انت اللي قتلت مراتي وانا مش هحلك، وبيقوم يرد له كل ضرباته وبيقول له انت السبب في موتها وكمان في دمار كشمير. وبيعرفوا ان هلال ضحك عليه وهيضرب الصواريخ على جوامع المسلمين، وهيقدر يقول ان الجيش الهندي هو اللي عمل كده هو والهندوس علشان يعمل فتنه كبيره جدا في البلد، وكل ده بسببك انت يا نجم لانك متصور بزي الجيش الهندي. فالطاف بيتعصب جدا ومش بيكون مصدقه، بس خان بيحاول يقنعه ان كل كلامه ده صح وهو اللي اتغفل علشان كده دمروا برج الاذاعه علشان ما حدش يلحق ينشر الحقيقه. وهلال بيحس انهم اتاخروا جدا فبينزل علشان يخلص عليهم هما الاثنين، وبيقول له خلص على خان علشان بيحاول يبعدك عن المهمه بتاعتك. بس الطاف بيجمع كل الاحداث في دماغه وبيفتكر كلام والدته وبيعرف ان هو اندحك عليه، فبيضرب نار على هلال وبيخلص على المساعد بتاعه. ولما بيجي علشان يخلص على هلال فخان بيقول له بلاش تموته لان هو اللي هيوصلنا لمكان الصاروخ، وبيضرب نار على جسمه علشان ما يقدرش يهرب. وبعد كده الطاف بيشيله وبيخرج، وهلال بيفضل يكلمه علشان يقتل خان وبيحاول يفكره بايام التدريب اللي هم عملوها علشان ينفذوا المهمه دي. بس الطاف بيزهق منه وبيرميه على الارض بعد ما وصله لانه عرف ان هو كان بيضحك عليه وعاوز يدمر البلد باسم الدين، فبيخرج قنبله وبيرميها عليه. فالطاف بيخلص عليه على طول وبيجي خان وبيرميها بره، وبعد كده بيبدا تبادل اطلاق النار من رجاله هلال، وكمان بيستعدوا علشان يضربوا الصواريخ على الجامع. فالطاف بيجري علشان يوقفهم وبيمسك الصاروخ وبيضرب عليهم، وبعد كده بيضحي بنفسه وبياخد طلقات في بطنه وبيقع، لكن في الاخر انقذ المسلمين من الموت لانه كان فاهم غلط واندحك عليه. وبعد كده بنشوفه وهو لسه عايش وبيكون مع ابوه من تاني وصوفيا حبيبته كمان، وبيقول لهم انتوا اسرتي وكل حاجه حلوه في حياتي يا واد يا جامد، وبيكون راجع للطريق الصح من تاني. ومن هنا بيرجع لصوفيا حبيبته، ومن هنا بيخلص فيلمنا. انا مينا اسحاق. فلو عجبك الفيلم فما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل الملخصات النارية، وما تنساش تعمل متابعة لصفحة الفيسبوك علشان تقولنا على الأفلام اللي تحب نلخصها لك. فيلم ممتع يستحق المشاهدة. أشوفك الفيلم الجاي يا صديقي، يلا سلام.